تخيل حضارة بدأت من آلاف السنين، بنت أهرامات بتتحدى الزمن وكتبت على الحجر وعلمت العالم الطب والهندسة، بس في الآخر انهارت واختفت. إزاي وليه؟ تعالوا نحكي القصة من البداية. أهلا بكم، أنا سوسن عادل في برنامج الحكاية من أولها. مصر القديمة كانت حضارة عظيمة في شمال أفريقيا، اتكونت حوالين نهر النيل، النهر اللي كان مصدر الحياة لكل المصريين. الحضارة دي بدأت حوالي سنة 3100 قبل الميلاد، لما توحدت مصر العليا والسفلى على إيد الملك مينا، أو زي ما بيسموه بعض المؤرخين الملك نعرمر. ومن اللحظة دي بدأت أعظم الحضارات اللي عرفها تاريخ. على مدار آلاف السنين المصريين عاشوا فترات ازدهار وجوع وغنى وفوضى ونظام، لكنهم دايما قدروا يرجعوا تاني. تاريخهم اتقسم لثلاث مراحل رئيسية: المملكة القديمة في العصر البرونزي المبكر، والمملكة القديمة في العصر البرونزي الأوسط، والمملكة الحديثة في العصر البرونزي المتأخر. وبين كل فترة وفترة كانت بتيجي الفترات الانتقالية، سنين ضعف وانقسام قبل ما يرجعوا يقفوا على رجلهم تاني. نجاح الحضارة المصرية القديمة ما كانش صدفة، كان بسبب قدرتهم العجيبة على تكيف مع نهر النيل. كل سنة كان النيل بيغمر الأرض حواليه، والمصريين عرفوا ازاي يستفادوا من الفيضانات دي. عملوا أنظمة ري وتنظيم زراعي مذهل، وده خلى عندهم وفرة في المحاصيل. ومن هنا بدأت الكثافة السكانية تزيد، وبدأت المدن تتون والمجتمع يتنظم. الفرعون كان هو الملك، كان كأنه إله حي، وتحته جيش من الكتبة والكهنة والوزراء بيديروا البلاد. كل حاجة كان لها نظام وسجلات مكتوبة. المصريين اخترعوا الكتابة الهيروغليفية وبرعوا في الرياضة والهندسة والطب. قدروا يبنوا الأهرامات والمعابد والمسلات بتقنيات لحد النهاردة مش مفهومة بالكامل. كانوا أسياد في تقطيع الحجارة وتلميعها، وعندهم نظام طبي متطور جدا بالنسبة لعصره. بل كمان أول معاهدة كلام في التاريخ كانت بينهم وبين الحيثيين في معركة قادش في عهد الملك رمسيس الثاني. بس رغم كل المجد ده كانت بذور السقوط بتتزرع في عصر رمسيس الثاني، الملك العظيم اللي واجه الحيثيين. مصر وقتها كانت في قمة مجدها، لكن العالم حواليها كان بيتطور بسرعة، والتطور ده كان ضدها. المشكلة كانت في الموارد. الدول التانية زي الحيثيين كانت عندهم رواسب حديد، فبدأوا يصنعوا أسلحة حديدية قوية، لكن مصر كانت بتعتمد على البرونز اللي أضعف بكتير من الحديد. ومع مرور الوقت التفوق العسكري بقى للأسف في صالح أعدائها. الحديد غير موازين القوى، ومصر ما قدرتش تواكب التطور ده. كمان حصلت انقسامات داخلية، الحكام بقوا ضعاف، والسلطة اتفرقت بين الشمال والجنوب، والحروب الأهلية زادت، والدولة بقت منقسمة نصين. ده كله أدى لانهيار اقتصادي فظيع. الفساد انتشر، والكهنة بقى عندهم أراضي ضخمة وثروات، بينما عامة الشعب كانوا عايشين في فقر وضياع. الناس بدأت تسأل: فين العدالة؟ فين الإدارة اللي كانت بتحكم الدنيا؟ البلد اللي كانت رمز النظام بقت بتنهار من جوه. مصر بقت فريسة سهل لأي قوة بتتطور حواليها. على مدار قرون اتعرضت لغزوات من شعوب مختلفة: الهكسوس، الليبيين، النوبيين، الأشوريين والفرس. الأشوريين كانت ضربتهم قوية جدا. في القرن السابع قبل الميلاد احتلوا مصر ودخلوا منفيس ونهبوا المعابد وسابوا البلد متدمرة، والناس جاعت. والأسوأ النيل اللي كان مصدر الحياة بدأ للأسف يخزن المصريين. الفيضانات بقت غير منتظمة، سنين كان بيزيد فيها زيادة يغرق الزرع، وسنين تانية يجف فيها فيموتوا من الجوع والعطش. الناس ماتت بالآلاف من المجاعات والعطش. والأشوريين حكموا فترة، وبعدها سابوا البلد لملوك محليين اتعرفوا باسم الملوك السبيين اللي في الأسرة 26. دول حبوا يرجعوا مجد مصر، وفعلا نجحوا شوية. لكن سنة 525 قبل الميلاد حصل الغزو الفارسي بقيادة قمبيز تاني. الفرس احتلوا مصر وأعلنوا نفسهم فراعنة، لكنهم حكموها من إيران وخلوها ولاية تحت حكمهم. وده كان البداية النهاية الفعلية لاستقلال مصر القديمة. بعد ما الفرس حكموا مصر الدنيا اتغيرت تاني. الإسكندر الأكبر، القائد اليوناني اللي ما كانش في حد يقدر يقف قصاده، دخل مصر سنة 332 قبل الميلاد. الغريبة إن المصريين استقبلوه كمنقذ مش كغازي، لأنهم كانوا كارهين الفرس. الإسكندر أسس مدينة جديدة سماها الإسكندرية، وبقت مركز العلم والثقافة في العالم كله وقتها. وبعد موته حكمت مصر سلالة جديدة من اليونانيين اسمهم البطالمة. البطالمة حاولوا يقلدوا الفراعنة في كل حاجة، لبسوا زيهم، عبدوا آلهتهم، واتكلموا لغتهم جزئيا. بس في النهاية كانوا اليونانيين بيحكموا شعب مصر. حصل نوع من الازدواجية، مصرية في المظاهر لكن يونانية في الحكم. الإسكندرية بقت عاصمة عظيمة فيها مكتبة من أكبر مكتبات التاريخ، وميناء من أهم موانئ العالم. لكن مع الوقت
الحكم البطلمي ضعف، الناس زهقت من الضرايب والفساد زاد، والثورات ضد البطالمة ما كانتش بتقف. ساعتها ظهرت قوة جديدة في العالم، روما دخلت على الخط. وفي سنة 30 قبل الميلاد تقريبا، بعد قصة كليوباترا الشهيرة مع يوليوس قيصر وأنطونيوس، دخلوا الرومان مصر وسيطروا عليها تماما. ومن هنا مصر ما بقتش مملكة مستقلة، بقت ولاية من ولايات الإمبراطورية الرومانية. الرومان حكموا بعنف وفرض الضرائب، بس في نفس الوقت خلوا مصر هي مخزن للقمح لإمبراطورياتهم. النيل كان بيغذي روما بالأكل، لكن المصريين فضلوا يعتبروا نفسهم مختلفين واحتفظوا ببعض لغتهم القديمة الهيروغليفية ومعابدهم. ومع الوقت بدأ الدين المسيحي ينتشر في مصر، الناس بدأت تسيب ديانة أمون ورع وأوزوريس وبدأت تؤمن بالمسيحية. ومع التغيير ده حاجات كتير اتغيرت، وبعدها في القرن الرابع الميلادي الإمبراطورية الرومانية نفسها بدأت تنهار، اتقسمت نصين، شرقي وغربي. مصر بقت تبع الإمبراطورية الشرقية اللي اتعرفت بعد كده باسم الإمبراطورية البيزنطية. لكن المشاكل ما خلصتش، الفرس رجعوا غزوها تاني سنة 618 ميلادية، وبعد 10 سنين هرقل سردها منهم، بس خلاص كانت منهكة من الحروب والفقر والمجاعات. وفي سنة 639 ميلادية دخلت الجيوش الإسلامية بقيادة عمر بن العاص، وخلال سنتين بس انتهى الحكم الروماني. ومن اللحظة دي بدأت صفحة جديدة في تاريخ مصر، وبكده نقدر نقول إن الحضارة الفرعونية بعد آلاف السنين من القوة والعظمة انتهت رسميا. لكن رغم سقوطها آثارها لسه شاهدة على مجدها، كل حجر في الأهرام، كل رمز على جدران المعبد بيقول إن الحضارة دي يمكن انهارت بس ما ماتتش، لسه عايشة ولسه بتحكي للعالم إن مصر عمرها ما كانت زي أي حضارة تانية. وبكده نكون وصلنا لنهاية حلقتنا. كانت معكم سوسن عادل في برنامج الحكاية من أولها.